شايف الرحمة اللي في قلبك دي تجاه اخواتك واخواننا في سوريا وتركيا اللي في احداث الزلزال؟ شايف احساسك ان انت عايز تحضنهم؟ شايف دموعك اللي نازلة؟ شايف نفسك ان انت تفتح لهم بيتك؟ شايف كل الاحداث دي؟ شايف الدعاء اللي ربنا سبحانه وتعالى اجراه على لسانك ومن قلبك طالع؟ شايف الرحمة اللي جوه قلبك وروحك وعقلك وكل الأفكار اللي انت بتحاول تساعدها؟ شايف الرحمة اللي احنا فيها دي وبيحاولوا يجمعوا تبرعات لإخواننا في سوريا وتركيا؟ شايف الرحمة دي؟ مين اللي وضعها في قلبك؟ فالله جل جلاله أرحم عليهم مني ومنك، إنما يريد ربنا سبحانه وتعالى إنه يصطفي منهم شهداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان شهداء في أمتي شهداء الحرب لكانوا قليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وصاحب الهدم اللي يموت في الهدم شهيد. فربنا يتقبلهم في الشهداء. ربنا سبحانه وتعالى يريد انه يبتلي الاحياء منهم، ابتلاء واختبار ليهم. يعني كون ربنا سبحانه وتعالى ملكه يفعل فيه ما يشاء، ونسال ربنا لينا وليهم العافيه وان يربط على قلوبهم. انما الالام الظاهره الواضحه دي انما هي لحكمه ربنا سبحانه وتعالى بعباده، لانه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو جل جلاله الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة. رحمة ربنا سبحانه وتعالى هتصلهم كل واحد. رحمة ربنا هتصله بالطريقة اللي ربنا جل جلاله يعلم إنها تتناسب معاه، سواء كان بألم إنما في باطنها كفاية ربنا سبحانه وتعالى، كفاية خفية ولطف خفي من الله. تربية الله جل جلاله لقلبك وعقلك وروحك، مش بس كده، واصطفاء ربنا سبحانه وتعالى لعباده، اصطفاء منهم شهداء، تكفير للذنوب، رفع للدرجات. الله جل جلاله هو اللي يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاطمن ربنا سبحانه وتعالى اللي وضع في قلبك وروحك وعقلك الرحمة اللي انت حاسس بيها تجاههم ودموعك اللي نازلة دي من رحمة الله جل جلاله بيك وبيهم، فما بالك بالرحمن الرحيم. بالنسبة لينا احنا رسالة من ربنا سبحانه وتعالى علشان نرجع ونتوب. كل واحد هياخد الرسالة بما تتناسب معاه. يعني كتير بنقول نعبد ربنا سبحانه وتعالى حبا فيه ونخشاه تعظيما لقدره. والله وتالله وبالله ان الزلزال ده اللي حصل في تركيا وسوريا، ان احنا لا نعرف قدر ربنا ولا نخشاه حق خشيته ولا نقدره حق قدره جل جلاله، ولا عرفت قدر نفسك إلا بالمنظر ده. كل واحد هيستقبل الرسالة بما يتناسب معاه، وانت أكتر واحد هتكون عارف ايه الرسالة من الأحداث اللي حصلت دي ليك. انت أكتر واحد تعلم الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد انه يوصلها لك أو يرسلها لك. وبالتالي احنا لا نملك لهم إلا الدعاء، أو ما نملكش ليهم خيرا من الدعاء. واللي بيقدر يوصل تبرعات يوصلها وربنا يتقبل. اطمنوا ربنا سبحانه وتعالى لما بينزل البلاء بينزل معاه الرحمة. فرحمتك انت اللي انت حاسس بيها دي رحمة الله جل جلاله الرحمن هو اللي وضعها في قلبك، فما بالك برحمة ربنا سبحانه وتعالى بيهم.